نادى الدين المسيحي ونادى الدين الإسلامي بالمحبة، ونادى الدين المسيحي ونادى الدين الإسلامي بالمساواة وتكافؤ الفرص. نادوا بالعمل من أجل الفقراء ومن أجل المساكين ومن أجل العاملين. استنكرت الأديان الاستغلال بكل معانيه والاستعباد بكل معانيه، وكلنا نعلم أن المسيح عليه السلام كان ضحية للاستعباد وذل استعباد الاحتلال الروماني وذل الاحتلال الروماني، وتحمل من العذاب ما لم يتحمله بشر. كلنا نعلم هذا، ولكنه تحمل هذا في سبيل رسالته السماوية وفي سبيل نشر الدعوة، لأن هذا العذاب وهذا الأمل جعل منه المثل الأعلى في كل بقاع العالم. وبعد هذا خرج المسيحيون في كل العالم يدعون للدين الإلهي ويتقبلون العذاب بصبر وإيمان، وكان دائما لسانهم يدعو رغم العذاب إلى المحبة وإلى الإخاء. وتوجه الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي يصحبهما قداسة البابا كيرلس ورؤساء وممثلو الكنائس العالمية إلى حيث أزيح ستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الكنيسة المرقسية. ودع البابا كيرلس ورؤساء الوفود الدينية الرئيس والإمبراطور عند انتهاء افتتاح الكنيسة المرقسية. وبعد الظهر خرجت الوفود القادمة من جميع أنحاء العالم لحضور الاحتفالات الدينية في مسيرة مقدسة على الطريق الذي سلكته العائلة المقدسة عندما هاجرت إلى مصر والسيد المسيح ما زال طفلا. وبدأت المسيرة من شجرة مريم بالمطرية، حيث أدوا الصلاة تحية للعذراء التي جلست في ظلها إلى كنيسة الزيتون، حيث ظهر طيف السيدة العذراء في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وفي داخل الكنيسة أقيم قداس بمناسبة هذه الزيارة. ووصل إلى المقر البابوي الإمبراطور هيلا سلاسي لزيارة قداسة البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، وقد استقبله قداسة البابا وكبار رجال الدين.